ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا له أثرا بعد موته بقرون في حياة الناس. يعني لو قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأهل الحمراء، كيف يجرى يعني؟ شيء من الكلام شوية ثقيل على بعض المسامع. يقولوا ذي كبيرة ويجي يسوي لها صواريخ بعدها. كيف استسقى لأهل الحمراء؟ هذا الكلام يحكيه الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق لعمان، ويخطه بقلمه، يعني كتبه هو بنفسه بقلمه، وخطه لا زالت المخطوطة باقية بقلمه، هو يكتب. يقول: نمت في مسجد معنا في فصحار في الباطنة، في قرية اسمها مجيس، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، ورأيتنا في بلدتنا الحمراء، وكنا نعاني قحطا شديدا محل، فقلت: يا رسول الله استسقي لأهل الحمراء، فقد أجهدهم المحل والقحط. فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا وتضرع، ثم انصرفت إلى الحمراء، وبعد مدة كذا نزلت أمطار غزيرة، وكانت على الحمراء خاصة، ما نزلت إلا على الحمراء، وبقيت أياما وأصابنا من الخصب شيء عظيم. من بركة إيش ذي؟ استسقاء. يعني أنا قدمت مقدمة شوية كانها الرسول الله يستسقي لأهل الحمراء. هذه قصة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحمراء. من يذكرها الرائي بنفسه صاحب الرؤيا، والشاهد عليها الشيخ العالم الفقيه إبراهيم بن سعيد العبري بنفسه، يحكيها ويكتبها ويخطها بقلمه. إذا أردتم مراجعة هذا فراجعوها في السيرة العلمية المجموعة للشيخ في 5 أجزاء، في سيرة علمية، وأظن طبعتها جامعة السلطان قابوس، في 5 أجزاء تقريبا، سيرة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري.